في البداية واحتجاج رسمي تقدم به نادي السد القطري. إلى قصة أخرى، حيث تلقت العربية تعقيبا من صحيفة الجزيرة السعودية تستغرب فيه حديث الروماني كوزمين البارحة عبر في المرمى. وقالت يومية الجزيرة في رسالة إلكترونية موقعة من مدير تحرير الشؤون الرياضية في الصحيفة محمد العبدي، لفت نظرنا ما قاله كوزمين في حديثه البارحة عندما سئل عن رفضه تدريب النصر ونفيه أنه سئل عن هذا الشأن من أي صحفي، وهو الحديث الذي نشر عبر صفحاتنا المقصود الجزيرة. ونحن والحديث لمدير تحرير الجزيرة نستغرب هذا النفي بهذه الطريقة التي وضعت أكثر من علامة استفهام، ولدينا توثيق صوتي لحديث المدرب، والاحترام للبرنامج الذي عرض فيه حديث المدرب، ولتوضيح موقفنا أمام مشاهدي العربية نأمل عرض تعقيبنا هذا. وكانت العربية قد حصلت على نسخة من الحديث المسجل بين كوزمين مدرب السد ومراسل صحيفة الجزيرة، نقدمه كما هو. نادي السعودية هذا مراسل يسمونه الدراسة بطلات الساعة 3 على مشاهد. لا غير صحيح. لا النصر حاليا في نادي النصر السعودي، جماهير النصر طالب ضم كوزمين. سبورتر النصر بوتشر النصر. شتوك أنا سبورتر بس. أكيد هذا شيء غير ممكن. لعب في مدرب النصر؟ أنا هلا بالسد. بعد السد. دوبا سد يبرز هذا المسجد النصر. في السد. أنا بالسد ما حجاوب. من الدوحة يلتحق بنا الآن الزميل طلال الغامدي محرر صحيفة الجزيرة. طلال أهلا بك معنا أولا. ثانيا مساء الخير. ثانيا يعني لماذا ينفي كوزمين؟ ما هي مصلحته في أن في حديث تنشره أنت؟ في البداية دعني أتحدث عن الجزئية اللي يتحدث فيها عن النصر حسب ما ذكر في برنامجكم، أن لم يدور حديث بيني وبين الصحفي بخصوص سؤالي عن النصر. نعم. فهذه الجزئية اللي سمعتها سماع المشاهدين العربية، هذه جزئية بسيطة من الحديث اللي دار بيني وبينه عن نادي النصر خصوصا. فيما يخص ما مصلحته، أيضا ما مصلحته أنه ذكر أمس عندما شبه الهلال ببرشلونة أو بأي نادي ثاني، ما المصلحة من الناس؟ يعني هذا حديث فيها ثنائية بينك وبينه يعني هذا حديث مختلف عن هذا الحديث. هو مصلحة كوزمين اللي ذكرتها أنت قبل قليل، ما مصلحة كوزمين هو السؤال الإجابة اللي ذكرها لي. هذه جزئية بسيطة من الحديث اللي دار بيني وبين كوزمين فيما يخص النصر. لأن الرجل نافع أن يكون هناك حديث دار عن نادي النصر. نعم. هذه جزئية فقط. طيب جميل. طيب في الحديث المنشور في الصحيفة أقرأه لك نصا، هل ترغب إذن بالعودة مجددا الحديث الذي يخص النصر الذي نشر؟ لا يعني لا يوجد حديث آخر نشر في الصحيفة يخص النصر غير ما سأذكره لك الآن بحسب يعني ما طبعناه من موقع الجزيرة. هل ترغب إذن بالعودة مجددا إلى نادي النصر كمدرب لأحد الفرق؟ الجواب: ليس لدي الرغبة حاليا، فأنا مرتبط مع نادي السد بكلمة شرف، وأحترم الكلمة التي أقولها وأحترم الأشخاص الذين أعمل معهم حتى لو كان هناك عروض مغرية وزيادة في الراتب. السؤال الثاني: هناك مطالبات نصروية وأخرى اتحادية تطالب بالتعاقد مع كوزمين، ما ردك؟ لن أوافق على تدريب فريق النصر لو كلف ذلك اعتزالي التدريب، ولن أخوض في هذا الموضوع أكثر. التسجيل الذي ورد فيه الآن مخالف عما نشر في الجريدة، يعني أنت هنا يقول لن أوافق على تدريب النصر حتى لو كلف ذلك اعتزالي، بينما التسجيل هو يطلب منك تماما أن لا تتحدث في هذا الموضوع لأنه مرتبط بالسد. إيش رأيك؟ طبعا المقابلة 3 ساعات ودار حديث في البداية دار حديث عن النصر، وأيضا أثناء نص الحوار دار حديث وفي ختام الحديث دار حديث عن النصر بيني وبينه. في الجزئية اللي أرسلتها فقط أنا رد عليه يقول إن المحرر لم يسألني عن النصر. نعم. هو أصلا هو حديثه نفى أن يكون أصلا تكلمنا عن النصر. فما بالك هو الآن لم يعترف بحديثه عن النصر، فما بالك لو يعترف إنه بيترك التدريب. فهذه الاستاذ بتال هذا اللي اقصد انه لم يعترف ان اتحدثنا في النصر. فانا الجزئيه فقط هذه جزئيه بسيطه اللي ذكرتها لك انا. جميل. فقط اللي تخص ان حديثي انا عن النصر. جميل. هذه جزئيه بسيطه فقط. جميل، انا اتفهم حديثك، لكن في كل الحوار لا يوجد ذكر للنصر الا ما قدمته لنا وما ذكرته لك انت الان، وهما مختلفان. جميل بالتالي. يعني معنى ذلك يعني أسأل السؤال بطريقة ثانية، معنى ذلك أن هناك في الحوار أشياء لم تذكرها أنت، لم تنشرها؟ نعم، هذا ما كنت أتحدث عنه. ليش ما نشرتها؟ والله بكون صريح معك، أول شيء احتراما
لقراء الجزيره واحترام لجماهير النصر، والاهم في الموضوع ان لا يجير او لا يخطر في بال احد ان مقابلتي مع كوزمي من اجل فقط نادي النصر. انا رحت في حديث شامل ولا ممكن هدفي من النصر او اني اتكلم عن النصر. كنت واصلا لو رجعت المقابله كامله لا عرفت من المقصود في المقابله ومن كان يقصد من ابعد، وانا لا يمكن اتحدث عن الكلام، لكن مقصود يا زميلي بتال ان الرجل نفى اني انا اتحدث عن النصر، وانا سالته وامام المشاهدين العربيه ومصداقيه الجزيره وقائمين عليها، واحب اؤكد اني سالته عن النصر هذا جزئيه فقط. هل هنا الجماهير النصراويه تطالب بكوزمين هو رد، فهذه جزئيه بسيطه من اللي دار بينه يقول لم نتطرق النصر. جميل جميل. طيب ردي على المشكل. احنا ايضا نؤكد لسنا طرفا في هذا الموضوع، لكن من باب حريه الراي ولان حديث كوزمي نشر عندنا وتلقينا هذا التعقيب ننشره من باب مساحه الراي للطرف الاخر، لكن القضيه هي بين كوزمي